عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، لقد حان موعدنا مع الكوميديا. اصل الزمالك رجع من تاني، بس المرة دي الزمالك راجع بقوة عشان يفضحنا بره وجوه. والجهاز الفني للمنتخب المصري بيبرر للشعب المصري حقيقة إصابة صلاح، بس المرة دي التبرير على طريقة عادل إمام. اصل صلاح يعني انت واخد بالك معايا، واصل صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأخواتي ومشاهدينا أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، الزمالك كان وحشنا قوي بصراحة، وكلنا كان عندنا امل ان نادي الزمالك بعد التوقف الكتير ده وبعد الغياب ده هيرجع عشان يفرحنا. وبعد ما فرحنا بخبر فك ازمة القيد قلنا خلاص بقى اللعيبة دي هتنزل تاكل النجيلة. ما هو اول لقاء لهم في البطولة الودية في دولة الامارات الشقيقة كان النهاردة، وكانوا بيلعبوا نادي اسمه نادي الوحدة. ما تعرفش هو مدرسة الوحدة ولا هو نادي الوحدة، ما علينا، هو واحد يعني من الأندية الإماراتية، مش النادي الكبير الإماراتي نادي العين ولا حاجة. وقلنا الزمالك بقى هيرجع، والزملكاويه في دولة الامارات كالعادة عملوا ملحمة في المدرجات، لابسين ابيض فابيض تحس ان ملايكة راحت تشجع نادي الزمالك، وعاملين كرنفال واحتفالية كبيرة. لكن كالعادة نادي الزمالك هو بيفضحنا بره وجوه، هو رؤى مودريتش وعماد نبيل رنجة او ربنا. ده حتى الرنجة لها طعم عنك يا ابني، ده الرنجة مملحة كده وتحس ان هي يعني ايه، بتدي طعم كده ولها تأثير في الجسم. انما انت بتلعب مركز 6 ليه؟ بتلعب مركز 6 ليه؟ انت بتلعب ايه؟ والكابتن رؤى مودريتش نجم النجوم. انا عرفت يا رؤى انت ليه عامل كده يا ابني، ليك حق. ما هو انت زميل النني، كنت انتوا الاتنين من ناشئين النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ده يعني بيعمل كده فينا ليه؟ يعني هو يعمل ناشئين عشان يطلع لنا النني ويطلع لنا رؤى ويروح هو يشتري لعيبه؟ ما ينفعش. اقفلوا ناشئين الاهلي يا اخوانا، اقفلوا مدرسه الكره في النادي الاهلي. قطاع الناشئين في النادي الاهلي هيدمر الرياضه وهيموت الشعب المصري. يلا هارد لك لكل الزملكاويه، مش هنتكلم فنيا، هنتكلم فنيا. نقول ايه؟ لك ان تتخيل ان رؤى هو اللي جاب الجول، شال ضربة الجزاء وجاب جون حفظ ماء الوجه النادي الزمالك، وده معناه ان رؤى مكمل معانا على الاقل السنة دي. يعني الدورة دي ما هو انتوا بتذوقوا الماتشات دي ليه؟ الماتشات دي ما ينفعش تتذاع. قناة ابو ظبي الرياضية حرام عليكم يا اخوان، حرام. احنا رايحين عشان خاطر التوتو والنبوتو والدولارات، هناخد لنا 500 الف دولار ولا حاجه. بلاش تذيعوا الحاجات دي ما ينفعش تذيعوها. والله الحاجات دي ما ينفع. هم ازاي يذيعوا الحاجات دي صحيح؟ يلا هارد لك لكل جماهير نادي الزمالك النادي الملكي العظيم. وكالعادة يعني قرصين الضغط على قرصين بتوع السكر والأمور هتعدي. إنما اللي مش ممكن نعديه بقى تصريحات المنتخب المصري. اصل الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب المصري طلع علينا عشان يبرر للشعب المصري اصابه محمد صلاح اللي كلنا شفناها بعينينا. محمد صلاح هو بيفك البتاع اللزقه اللي على ايده وبيرفيها كده يعني متنرفز، ويروح له بعد كده احمد حجازي يقول له يا صلاح، يقول له سيبنا يا حجازي. يا صلاح قال له خد شرط الكابتنه يا حجازي، ماليش لاعب معاكم، انا تعبان يا اخي، انا تعبان. ويطلع صلاح. فالجهاز الفني قال لك احنا بصراحة يعني حسينا كده ان صلاح عنده شد في الخلفية. نعم حسيتوا؟ طب الاحساس ده من انهي اتجاه لا مؤاخذة؟ يعني انتوا حسيتوا منين بالظبط؟ حسيتوا ان صلاح عنده شد يعني مش صلاح اللي قال لكم ان هو بيشتكي من الاصابه، ولا صلاح مسك الخلفيه، ولا صلاح كانت، انتوا حسيتوا بس ان صلاح عنده عنده شد في الخلفيه. ربنا يخليكم احساسكم. والله الجهاز الفني بتاع المنتخب ده كله احساس، والجهاز الطبي ملك الاحسوس. بسم الله ما شاء الله. احنا خلاص فيتوريا ما عادش يعني مدير فني، خلاص بقى ملك الاحساس.
ده مدير فني يجي يا اخوانا في عيد يعني الربيع، يجي في عيد الحب الفالنتاين يبقى كده، وبعد كده هينزل معاه ورده كده في ارضيه الملعب ويقدمها لصلاح ويقول له هابي صلاح كده يعني. بتحسوا انتوا بتحسوا باصابات اللعيبه؟ والله العظيم عيب، والله العظيم. انتوا تصريحاتكم دي ما تتذاعش غير عن نايل كوميدي وماتشات الزمالك بعد كده قناه ابو ظبي. لو سمحتم ما تخشوش على شغل القناه التانيه، انتوا قناه رياضيه. الزمالك لما يلعب يعني نوديها لاي قناه ضحك، قناه النيل كوميدي، روتانا كوميدي، اي حاجه فيها كوميدي، او حتى خلوها تتذاع على قناه الزمالك اهي كانت كلها كوميدي برضه. انما انتوا تذيعوا الماتش ده بصراحه كده يعني ايه، صعب. اما بالنسبه للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك وهو البلجيكي، فاحنا بننصحك وبننصح كل الساده المسؤولين داخل القلعه الملكيه، بالله عليكم اوعوا تخلوه يشوف الماتش ده. يعني الراجل ممكن يطفش مننا، الراجل هيهرب مننا. حرام عليكم، حرام عليكم يا اخوانا، حرام. ده احنا ما صدقنا ان انتوا هتجيبوا مدير فني اجنبي. الحاج معتمد جمال واقف على الخط حاطط ايده كده عمال يشاور للجمهور ويقول له هاي جايز هاي. ناقص تقول لهم كبسوا يابا. يا عم معتمد، انت مدير فني لنادي الزمالك، انت مدير فني لنادي الزمالك، انت مش فاتح لايف على التيك توك. يعني انت ناقص تقول لهم ورده نفتح الدبل. يا عم قول للعيبه تضغط. انا سامعك وانت بتقول للرؤى كبس. ما ينفعش اللي انت بتعمله ده يا عم معتمد يا جمال، والله ما ينفع خالص. يعني الرحمه يعني قول للحاج عماد نبيل رنجه يعني اضغط شويه، اتعب معانا شويه. الوزن الزايد اللي عند اللعيبه دي هي كانت بتتمرن ولا كان يعني الموضوع انتوا كنتوا واخدينها رحله؟ ها كان كله عمال يضرب في فته. شيكابالا انا طالع بكرش، سامسون كده هو جاي اصلا يعني بكرش من كل حته، تحس كرش ورا وكرش قدام وكرش في الجنب وكرش في قفاه، بس جاب بلانتي جاب بلانتي والله حلوه ده سامسون. لا هو سامسون لما جاب البلانتي واخد الكوره يقول لهم انا انا نمبر 1، يعني انا اللي هشوط، انا رقم 1. يا اخي كنت سيبه شاط يا اخي والله كنت يعني هترحمنا من زيطه رؤى لمده 30 سنه قدام. يقول لك انا جبت جول، كنت سيبه سامسون اللي شوط، هو اللي تعب وجاب البلانتي، كان هو اللي شاط، هو الاحق على فكره انه يشوط ضربه الجزاء دي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا عالم ظلامه، عشان كده ربنا ما بيكرمناه. سامسون تعب واجتهد وجاب ضربه الجزاء وقال لكم انا نمبر 1. ده فكر نفسه سامسون رمضان اخو محمد رمضان، كنت سوبر شوطه. يلا هارد لك تاني لكل جماهير نادي الزمالك، وان شاء الله لما نلعب مع المصلال يعني احنا في افريقيا بنلعب مع ابو سليم وفي الوديه هنلعب مع المصلال. احنا بنجمع العيله يا اخوانا، هنجمع العيله مفيش مشكله خالص. يعني ايه المشكله؟ ابو سليم والمصلال المهم نكسب اي حاجه، الدولارات نازله. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك يا ابن واحده زربوه النو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندي.